السلام عليكم، وياكم كرار من قناة سافر بعقلك. واليوم راح نحكي عن واحدة من أجمل وأرخص الدول اللي ممكن تزورها بجوازك العراقي، سريلانكا. يمكن أول ما تسمع بالاسم تتخيلها دولة بعيدة وغريبة، بس صدقني هي واحدة من أكثر الدول اللي تستاهل الزيارة، خصوصا إذا ميزانيتك محدودة. سريلانكا جزيرة صغيرة قريبة من الهند، كلها طبيعة خضراء، جبال، شلالات وشواطئ مثل أفلام ديزني. الناس هناك طيبين جدا وودودين، يحجون إنجليزي بسيط ويحبون العرب لأن أغلبهم يشتغلون بالسياحة، وأهم شيء ما واصلت لهم ثقافة القط مثل باقي الدول. من ناحية الأسعار، السكن اليومي تقدر تلقاه من 10 إلى 20 دولار بالليلة، والأكل الشعبي هناك وجبة كاملة تكلفك 2 إلى 3 دولار بس. المواصلات هم رخيصة، التيكت بالباص أقل من نص دولار، والتيكت بالقطار بين المدن $2 تقريبا، يعني تقدر تقضي أسبوع كامل ب300 إلى 400 دولار بس. أهم المدن اللي لازم تزورها كولومبو اللي هي العاصمة، بها الأسواق والمولات والبحر، تعتبر مدينة حديثة لأن بها عمارات وبنايات عالية. كاندي مدينة بالجبال، جوها بارد وبها بحيرة وشلالات حلوة. نوارا إيليا أحلى مكان تشوف بيه مزارع الشاي والمناظر الخضراء، يلقبوها بليتل إنجلاند، إنجلترا الصغيرة، لأن بناياتها تصميمها نفس تصميم بنايات إنجلترا. من المدن اللي تستحق الزيارة ميريسا، مدينة بحرية مثالية للراحة والغوص، اللي يحب الشواطئ والنشاطات البحرية هاي المدينة جميلة جدا. أكثر شيء يعجب السياح هو الرحلة بالقطار من كاندي إلى إيلا، مناظرها تخبر وتعتبر من أجمل رحلات القطار بالعالم. رحلة لمدة 3 ساعات راح تكون من أجمل الرحلات بنص الغابات والطبيعة. بالنسبة للعراقيين، الفيزا تقدر تحصلها أونلاين بسهولة من موقع الحكومة السريلانكية، وتوصل لك بالإيميل خلال ربع ساعة. السعر 52 دولار، والإقامة مسموحة 30 يوم. تذكرة من العراق إلى كولومبو غالبا تكلف بين 350 إلى 450 دولار ذهاب وعودة إذا حاجز قبل فترة. الجو الأفضل للسفر هو بين ديسمبر إلى مارس، الجو يكون مثالي لأن هناك بالغالب تكون الرطوبة عالية. لا تنسى تأخذ بخاخ للبعوض لأن المناطق الساحلية بها حشرات، وجرب أكلهم المحلي خصوصا الكوتو والكاري، راح يعجبك كلش. بالنهاية سريلانكا يمكن مو دولة مشهورة مثل تركيا أو تايلاند، بس اللي يروح لها يرجع وهو حابها من القلب. سريلانكا تعتبر دولة فقيرة، بس اللي يحب الطبيعة ويحب الخضار كلش راح تعجبه هاي الدولة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس. مع السلامة.